في نقطة مهمة جدًا الستات لازم تبقى عارفاها، زي ما أنتِ بتدخلي العلاقة وبتتجوزي راجل ودايمًا بتسأليه أو بتسألي نفسِك هو هيقف معايا والّا لأ، هيشجعني والّا لأ، هيدعمني في حياتي والّا لأ، وغيره، وغيره، وغيره. أنتِ برضه لازم تسألي نفسِك السؤال ده، هل أنا هابقى داعم كبير لجوزي؟ هل أنا هابقى فعلًا واقفة معاه في كل الأمور اللي هي لصالحه؟ هل أنا مش هافضل إن أنا أقلل منه وغيره، وغيره من الأمور؟ لإن إحنا بنشوف رجالة مثلًا يبقى راجل طموح، عنده فكرة، عايز يشتغل، عايز يعمل مشروع، تلاقي الناحية التانية الست تقول له لا، 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 لأ، بلاش تحط فلوسك مش عارف فين، لا، 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 لأ، بيتك أولى من المشاريع والوقت اللي بيضيع في الشغل وفي مش عارف إيه وبتاع. طب ما هو في الآخر الراجل ده اللي أنتِ اتجوزتيه يعني أمنتيه على نفسِك، إزاي مش قادرة تثقي فيه إن هو يبقى عنده طموح وإن هو عايز يعمل حاجة ويحققها على الأرض؟ لازم تدعميه ولازم تبقي واقفة معاه ولازم تسانديه، ما ينفعش إن أنتِ تقعدي تكسّري في الراجل اللي معاكِ علشان أنتِ عايزة الأمان المادي وبس. الأمان المادي بس مهم، لكن ما ينفعش إن أنتِ ما يبقاش عندِك ثقة في جوزِك للشكل اللي أنتِ تخلّيه يتنازل عن أحلامه وطموحاته علشان يرضيكِ. صدقيني دي أنانية وده مش صح.